السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين. هل أنتم مستعدين لأقوى مسلسلات 2025؟ تخيل كده قعدة هادية، إضاءة بسيطة، ومشروبك المفضل في إيدك، لكن فجأة أول مشهد في المسلسل يخطفك لعالم تاني. النهاردة جايب لكم أقوى المسلسلات والمواسم الجديدة اللي هتشعلل 2025. سواء كنت بتحب الغموض اللي يخليك قاعد على أعصابك، ولا الأكشن اللي يخلي قلبك يدق مع كل مشهد، أو حتى الدراما اللي تسيبك مصدوم من قوة الأحداث. في الفيديو ده هتعرف المسلسلات اللي لازم تكون على قائمة مشاهداتك السنة دي، فاستعدوا لأن اللي جاي تقيل جدا. ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بمسلسل The Murders. والمسلسل بيتكلم عن هانا، ضابطة الشرطة في ستوكهولم. حياتها بتتقلب رأسا على عقب بعد ما توقفت عن العمل وانفصلت عن شريك حياتها. بتقرر تهرب من كل ده وتروح لبيت اختها في قرية اوري الساحرة. وفي ليلة مثلجة خلال احتفالات سانت لوسيا بتختفي بنت شابة في ظروف غامضة. هانا ما بتقدرش توقف تتفرج وبتنضم للتحقيق مع الضابط المحلي دانييل. التعاون بينهم مش سهل وكل واحد فيهم عنده أسراره. هل هيقدروا يثقوا في بعض ويحلوا اللغز ولا لا؟ المسلسل السويدي بدأ عرضه في 6 فبراير 2025. الموسم الأول بيتكون من 5 حلقات وكل حلقة بتشدك أكتر من اللي قبلها. حاليا المسلسل واخد تقييم 6.7 على موقع IMDb. وتقدر تشوف The Murders حصريا على منصة نتفليكس. لو بتحب الدراما المشوقة والألغاز اللي بتخليك على حرف الكرسي، المسلسل ده هيكون اختيار ممتاز ليك. وفي المركز التاسع مسلسل الأكشن ذا ريكروت. محامي شاب لسه متخرج وبيبدأ أول أسبوع ليه في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وبيلاقي نفسه متورط في عالم التجسس الدولي وبيواجه مخاطر ما كانش بيتخيلها. ده بالضبط اللي حصل مع أوين هندريكس بطل مسلسل ذا ريكروت، اللي في أول أسبوع ليه في CIA بيكتشف أوين رسالة تهديد من عاملة سابقة اسمها ماكس بتهدد بفتح أسرار الوكالة لو ما ساعدوهاش. ومن هنا بتبدأ مغامرة مليانة تشويق ومخاطر ومفاجآت غير متوقعة. المسلسل صدر في 16 ديسمبر 2022 وعنده لحد دلوقتي موسمين. الموسم الأول بيتكون من 8 حلقات والموسم الثاني بدأ عرضه في 30 يناير 2025. المسلسل حصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل حصريا على منصة نتفليكس. لو بتحب الأكشن والمغامرات وعالم الجاسوسية، المسلسل ده هيكون اختيار ممتاز ليك. وجه في المركز الثامن مسلسل الأكشن ذا نايت ايجنت. بيتر عميل فيدرالي شاب شغله الروتيني في البيت الأبيض بيخليه يحس بالملل، وفي ليلة هادية بيستقبل مكالمة طارئة على خط سري وبيلاقي نفسه فجأة متورط في مؤامرة خطيرة بتهدد أمن البلاد، وبتوصل خيوطها لحد مكتب الرئيس الأمريكي نفسه. المسلسل بيقدم جرعة مكثفة من الأكشن والإثارة ومستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب ماثيو كوير. الموسم الأول من المسلسل صدر في 23 مارس 2023 وبيتكون من 10 حلقات، والموسم الثاني بدأ عرضه في 23 يناير 2025 وحصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل حصريا على منصة نتفليكس. ولو بتدور على مسلسل يشدك من أول حلقة ويملى وقتك بأحداث مثيرة ومفاجآت، The Night Agent هيكون اختيار ممتاز ليك. I'm doing this myself. Shoot me or get out of my way. وفي المركز السابع جه مسلسل الأكشن On Call. تخيل نفسك ضابط شرطة في مدينة لونج بيتش. بتبدأ يومك بدورية عادية مع زميلك، فجأة بيجي اتصال لاسلكي بيغير كل حاجة، وبتلاقوا نفسكم في قلب أحداث مشوقة ومواقف خطيرة بتختبر مهاراتكم وصبركم. ده بالضبط اللي بيقدمه مسلسل أون كول، اللي بيتابع حياة ضباط الشرطة أثناء استجابتهم للمكالمات الطارئة وبيستعرض التحديات اللي بيواجهوها يوميا. الموسم الأول من المسلسل صدر في 8 يناير 2025 وبيتكون من 10 حلقات مليانة إثارة وتشويق. حاليا المسلسل حصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل على منصة أمازون برايم فيديو أو من خلال منصة شاهد اللي بتقدم محتوى متنوع ومميز. لو كنت من محبي الدراما البوليسية والأحداث السريعة، المسلسل ده هيكون اختيار ممتاز ليك.
وفي المركز السادس جه مسلسل الدراما والغموض يلو جاكيتس. المسلسل بيحكي قصة فريق كرة قدم للبنات بيتعرضوا لحادث تحطم طائرة في سنة 1996 في قلب براري كندا، وبيستعرض كفاحهم للبقاء في البرية ومواجهتهم لظروف قاسية وتحديات خطيرة عشان يفضلوا على قيد الحياة. وكمان المسلسل بيورينا ازاي التجربة دي أثرت على حياتهم بعد 25 سنة لما بيحاولوا يواجهوا الماضي وتبعاته. يلو جاكيتس بدأ عرضه في 14 نوفمبر 2021 وحاليا عنده 3 مواسم. الموسم الأول بيتكون من 10 حلقات والموسم الثاني برضه من 10 حلقات، والموسم الثالث بدأ عرضه في 14 فبراير 2025. والمسلسل حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل على منصة باراماونت بلس أو من خلال منصة ستارز بلاي. لو بتحب الدراما الممزوجة بالغموض والإثارة المسلسل ده هيشدك من أول حلقة. أما المركز الخامس فجه مسلسل الأكشن بارادايس. كازافيه عميل في الخدمة السرية الأمريكية مكلف بحماية رئيس سابق. فجأة بيتم اغتيال الرئيس في مجتمع كان باين عليه الهدوء والسلام. دلوقتي كازافيه لازم يحقق في الجريمة دي وفي نفس الوقت يثبت براءته من تهم هو مش مسؤول عنها. المسلسل ده بيقدم مزيج من الدراما والإثارة وبيستعرض رحلة كازافيه في كشف الحقيقة وسط مؤامرات وأسرار بتظهر في كل حلقة. الموسم الأول من المسلسل بدأ عرضه في 28 يناير 2025 وبيتكون من 8 حلقات مليانة إثارة وتشويق. المسلسل حصل على تقييم 7.9 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل حصريا على منصة هولو. ولو كنت من محبي المسلسلات اللي بتمزج ما بين الدراما السياسية والتشويق بارادايز هيكون اختيار ممتاز ليك. My fellow Americans, you're aware of the situation we now face, and I want to tell you the truth. I don't know what to do. وفي المركز الرابع جه مسلسل الجريمة والإثارة ذا وايت لوتس. في منتجع فاخر اسمه اللوتس الأبيض كل شيء باين مثالي، لكن ورا الواجهة دي في أسرار وتوترات بتغلي تحت السطح. المسلسل بيستعرض حياة مجموعة من الضيوف والعاملين في المجتمع على مدار أسبوع، وكل يوم بيكشف لنا عن تعقيدات جديدة في حياتهم. المسلسل بدأ عرضه في 11 يوليو 2021 وحاليا عنده 3 مواسم. الموسم الأول بيتكون من 6 حلقات والتاني من 7 حلقات، والموسم الثالث بدأ عرضه في 16 فبراير 2025 ومكون من 7 حلقات برضه. المسلسل حصل على تقييم 8 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل على منصة HBO Max أو على منصة OSN. لو بتحب الدراما اللي بتكشف عن الجوانب الخفية في حياة الناس المسلسل ده هيشدك من أول حلقة. The secret to life is knowing when to stop. وجه في المركز الثالث مسلسل الأكشن أمريكان برايم إيفل. تخيل نفسك في عام 1857 في قلب الأراضي الوعرة بالجنوب الغربي الأمريكي. العنف والصراعات على أشدها والطوائف المختلفة بتتصارع للسيطرة على العالم الجديد. في وسط الفوضى دي رجالة ونساء بيحاربوا بكل قوتهم عشان يفرضوا وجودهم ويحققوا أحلامهم. ده بالضبط اللي بيقدمه المسلسل. المسلسل بيستعرض بدايات الغرب الأمريكي وبيكشف عن الصراعات العنيفة بين الثقافات والأديان والناس اللي بيحاولوا يسيطروا على الأراضي الجديدة. الموسم الأول من المسلسل مكون من 6 حلقات واتعرض لأول مرة في 9 يناير 2025. المسلسل حصل على تقييم 8.1 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل حصريا على منصة نتفليكس. لو كنت من عشاق الدراما التاريخية والأحداث المشوقة المسلسل ده هيكون إضافة رائعة لقائمة مشاهداتك. وفي المركز الثاني جه مسلسل الدراما ذا بيت. تخيل نفسك طبيب أو ممرض في مستشفى بيتسبرغ بتواجه يوميا تحديات وضغوطات مش بس من المرضى لكن كمان من زملائك والسياسات المستشفى. ده بالضبط اللي بيستعرضه مسلسل ذا بيت اللي بيغوص في الحياة اليومية لمقدمي الرعاية الصحية في مستشفى بيتسبرغ في بنسلفانيا. المسلسل بيكشف ازاي بيحاولوا يوازنوا بين ازماتهم الشخصيه والسياسات مكان العمل والتعامل مع حالات مرضيه خطيره، وده بيوضح المرونه والقوه المطلوبه في مهنتهم النبيله. الموسم الاول اتعرض في 9 يناير 2025 وبيتكون من 10 حلقات مليانه دراما وتشويق. المسلسل حصل على تقييم 8.4 على موقع IMDb. وتقدر تشوف المسلسل على منصه HBO Max. ولو كنت من محبي الدراما الطبية اللي بتغوص في تفاصيل حياة العاملين في المجال الصحي المسلسل ده هيكون إضافة مميزة لقائمة مشاهداتك. وفي المركز الأول جه مسلسل الدراما والغموض سيفرنس.
تخيل انك بتشتغل في شركة وكل يوم بتدخل المكتب بتنسى كل حاجة عن حياتك الشخصية، ولما تخرج من الشغل مش بتفتكر اي حاجة عن اللي حصل جوه. ده اللي بيحصل بالظبط في مسلسل سيفرنس، اللي بيحكي عن موظفين في شركة لومون بيخضعوا لعملية جراحية بتفصل ذكرياتهم بين الشغل وحياتهم الشخصية. البطل مارك بيقود فريق من الموظفين اللي حياتهم متقسمة بالطريقة دي، لكن لما بيظهر زميل غامض بره الشغل، مارك بيبدأ يكتشف حقائق غريبة عن وظيفته والشركة اللي بيشتغل فيها. المسلسل مكون من موسمين، الموسم الأول اتعرض في 18 فبراير 2022 وبيتكون من 9 حلقات، والموسم الثاني بدأ عرضه في 9 يناير 2025 وبيتكون من 10 حلقات. المسلسل حصل على تقييم 8.7 على موقع IMDb، وتقدر تشوف سيفرنس حصريا على منصة أبل تي في بلس. لو بتحب الدراما اللي بتخليك تفكر في حدود العقل البشري والتكنولوجيا، المسلسل ده هيشدك من أول حلقة. ودي كانت نهاية قائمتنا لأقوى مسلسلات ومواسم جديدة لسنة 2025. قولولي في الكومنتات ايه أكتر مسلسل متحمسين ليه، وايه المسلسل اللي شدك ومنتظر يبدأ له موسم جديد. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد عن أقوى الأفلام والمسلسلات. واستعدوا لأن السنة دي مليانة مفاجآت ولسه عندنا حاجات أقوى جاية. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.